من مشى مع أخيه لقضاء حاجته خير له من أن يعتكف في مسجد هذا شهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يمشي ليقضي حاجة إنسان حتى ولو لم تقضى في بعض الروايات فإن أجره ثابت، ومن مشى مع أخيه ليثبت له حاجته ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. فمعناها السعي مع الناس بالبدن، بالجسم، باللي عنده عربية جوه قال له يا أخي عندنا مشوار مرة ذات تلد طوال يوديها. إذن أبواب الخير كثير خاصة في بلادنا. إذا أردت أن تتقي النار اتق النار ولو بشق تمرة. المحتاجين كتار كويس. ممكن تجي أنت ومرتك تشتروا فول وتشتروا عيش وتعملوا سندويشات وتمشوا محلات الناس المحتاجين وتدوها للناس. أنت ومرتك تعمل برنامج زي ده كويس. ده كله ممكن. تمشي في الشارع تلقى زول داري يشيل له عربية داري تفروها تدفر معهم كويس. في ناس دايرين مصروفات الدراسة. يعني أنا بعرف شخص عادي لكن في ولد مسكين في الحلة لما تجي المدرسة بيشتري له مع أولاده جميع مستلزمات المدرسة. الأولاد شنطة هو شنطة، كراريس ويدفع له الرسوم ويديه حق الفطور يوميا. الداير باب الخير